ايه قصه ان وفاء عامر بتتاجر في الاعضاء البشريه مع ام مكه وام ساجده وخدوا الكبد وخدوا الكليه بتاعه ابراهيم شيكا؟ القصه ابتدت منين بالظبط؟ هحكي لكم التفاصيل وهفندها لكم علشان اللي ما لحقش الترند من اوله يعرف الموضوع رايح فين، لان تقريبا الترند كده مكمل معانا شويه. يلا بينا. القصه ابتدت لما الفنانه وفاء عامر اتعرفت على الراحل ابراهيم شيكا وزوجته. ازاي؟ زوجة ابراهيم شيكا خرجت وقالت يا جماعه في فيديو: الحقونا يا جماعه، انا بستغيث، ابراهيم عيان وعنده مرض السرطان وما معناش فلوس نعالجه. ساعتها بادرت الفنانه وفاء عامر وقالت: انا هساعدكم واحاول ان انا يعني ادعمكم، وهي ما كانتش تعرف ولا ليها علاقه بيهم يعني. بدات الفنانه وفاء عامر فعلا تعمل حملات عشان تجمع تبرعات، وان هي تكلم بعض الاشخاص والشخصيات المشاهير عشان يساعدوا ابراهيم شيكا فعلا، وقد كان فعلا، وفي ناس تبنوا علاج ابراهيم شيكا. من هنا بدأت العلاقة انها تتوطد بين وفاء عامر وبين ابراهيم شيكا وزوجته، حتى ان هي راحت زارته في المستشفى اكتر من مرة، وبدأت ان هي تدعمه وتصور فيديوهات والى اخره. حتى زوجة ابراهيم شيكا بتطلع وتتكلم عن مدى اهتمام الفنانة وفاء عامر بالموضوع. بعد رحيل ابراهيم شيكا بفترة قليلة جدا خرجت فتاة على التيك توك، وهي اتكلمت في حاجات كتير خاصه بشخصيات مشهوره كتير جدا، من بينهم الفنانه وفاء عامر، وقالت: ده انت اللي بتجري في الاعضاء، وان انت اللي بعتي الكليه بتاعه ابراهيم شيكا، خدتي كمان فص من الكبد والكلام ده كله. ناس كتير جدا بدات تنتبه لكلام هذه الفتاه، خاصه ان بيتابعها عدد كبير قوي من الموضوع، واثاره من الجدل، وناس بدات تقول: ده هي بتتكلم بجد، ده ازاي، ده عندها جرأه، ده معرفش ايه. الا ان في التدقيق في بعض كلامها هي معلومات كتيره جدا عاديه بتبقى مغلوطه. يعني مثلا تيجي تقول لك: اصل ابراهيم شيكا كان بيروح مستشفى 57 357، يعني ده مستشفى الاطفال مثلا، اصل ابراهيم شيكا مش عارف كان بيروح فين. المهم تدخلت نقابه المهن التمثيليه وقالت: لا، هنا بقى نقطه في الاسطوره. في وفاء عامر دي فنانه مصريه وعضوه نقابه المهن التمثيليه، وما يتم يعني تداوله عليها من ادعاءات ده مش يسيء لها بس، ولكن حتى يسيء للوسط الفني وللنقابه. فبناء عليه احنا بقى هنشوف وهنتقدم ببلاغات رسميه ضد من يعني قال هذا الكلام. بعيدا عن كل اللي حصل ده، انا بس بفند الموضوع علشان الناس تفهم وتعرف، مش اي حاجه تتقال ان انت تصدق. انا بفند الموضوع، لا بدافع ولا بقف جون ولا بقول اي حاجه عن اي حد، ولكن بالعقل كده. لو انا معايا، انا كخالد معايا مستندات خطيره جدا، ومعايا مكالمات وفيديوهات تدين عصابه خطيره بتتاجر في ايا كان شيء غير مشروع، مخدرات بقى، سلاح بقى، اعضاء بشريه، معرفش. هل انا اطلع واعمل فيديو كده واحطه على الصفحه بتاعتي واقول: يا جماعه اصل فلان وفلان وفلان بيعمل، ولا اخد هذه الادله وهذه المستندات والفيديوهات واروح واتقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذه الاشخاص، وكده هكون انا راجل حميت الوطن من هذه العصابات الشريره، وفي نفس الوقت انا عملت الصح ومشيت قانوني؟ ده سؤال. السؤال الثاني: لو وفاء عامر ديت عندها تشكيل عصابي، نفترض ان هي عندها تشكيل عصابي وبتتاجر في الاعضاء البشريه، وراحت خدت الكليه والكبد بتوع ابراهيم شيكا، مش المفروض بعد ما هي خلصت الموضوع وباعت الكليه والكبد وقبضت وخلاص كل واحد اتحلى بقه، تروح تدور على ضحيه تانية بقى، تاخد منه بقى مثلا فشه، كبده، ونصه، قلب، شويه حاجات كده، شويه تحابيش، ولا تفضل لازقه بقى لمرات ابراهيم شيكا ولابراهيم شيكا الله يرحمه لحد لما ابراهيم شيكا يتوفاه الله، وحتى كمان العلاقه تفضل ممتده بين وفاء عامر وبين ارمله ابراهيم شيكا حتى بعد رحيل ابراهيم شيكا؟ ايه المنطق الافضل؟ مش المفروض وفاء عامر ده خلاص صفحه وانطوت، ابراهيم شيكا الله يرحمه خلاص بقى ندور على حد تاني بقى، ناخد منه شويه قلوب وشويه حاجات كده وعشان نقلب عيشنا؟ ده سؤال. ايه العلاقه لحد دلوقتي؟ ايه سر العلاقه بين وفاء عامر وبين ارمله ابراهيم شيكا؟ ده سؤال. السؤال الاهم: لو في تشكيل عصابي مكون من بعض السيدات المتخصصين في تجاره الاعضاء البشريه، والمفروض ان هذا التشكيل بيجتمع علشان يتفق بقى هنعمل ايه في الخطه اللي جايه، وهناخد مين اعضاء مين من الناس المعروفه مثلا او الغير معروفه، هل من المنطقي ان هم يصوروا نفسيهم وهم في اجتماعاتهم وهم قاعدين في بيوت بعض زي ما عملت وفاء عامر كده مع ام ساجده وام مكه وعزمتهم على الغداء عندها في البيت وصوروا فيديوهات وطلعوا على التيك توك؟ ولا المفروض التشكيل العصابي ده بيكون عنده حاله من حالات بقى الذكاء والفطنه، ان هم ما يظهروش مع بعض خالص ولا يبينوا للعامه ان هم يعرفوا بعض اساسا، عشان ما حدش يربط اللي هو لما يتذكر في يوم من الايام وتتقفش
يعني واحده منهم فييجوا يقولوا لها ايه، عشان انت كنت تعرفي وفاء عامر وفاكره الفيديو اللي انتشر ده. لا، ده المفروض هم ما يعرفوش بعض، ولا يتصوروا مع بعض، ولا يظهروا في مكان عام مع بعض، ولا يزوروا بعض، ولا الكلام ده كله، واجتماعاتهم تبقى سريه. ده المنطقي خاصه مع المافيا، يعني ده المفروض ده تخطيط المافيا، الا اذا كان هم لسه هواه، يعني لسه بيتاجروا كده في ايه، في شعر الراس في الاول، بيعملوا منه بواريك، وبعدين هيدخلوا بعد كده على بقيه الاعضاء. انا عايز بس اقول يا جماعه، مش اي شيء يقال المفروض يصدق. ودائما في القانون يجي يقول لك البينه على من ادعى. انا لو ادعيت حاجه على فلان ده، فالمفروض ان انا لازم اثبت ان فلان ده فعلا مدان بهذا الكلام. طيب فلان ده المفروض ان هو يدافع عن نفسه؟ لا. لما يجي يقول لك انت متهم، والله يا بيه انا بريء، اللي عنده دليل يقدمه، شكرا. عشان كده انا عايز اقول لكم ان الفتره اللي جايه، عشان قلت لكم الترند مطول شويه، لا اكيد في اجراءات هيتم اتخاذها، خاصه زي ما انا قلت ان في جهات رسميه تدخلت. يعني لما نقابه المهن التمثيليه تتدخل وتقول احنا هنتبنى الموضوع ده، مش كلام هيقال، لا ده اكيد هيكون في اجراءات، واعتقد هيكون في توضيح لكل ما يقال في الفتره اللي جايه، على اساس ان احنا نقفل هذا الموضوع بقى، بس قفله بقى نهائيه على نضيف، محدش يتكلم، خلاص الموضوع خلص. احنا عرفنا اوله من اخره، بس كده، شكرا.